يا مساء الفل. من اوردرات بكره. بجهزها من بالليل، دلوقتي الساعه 1 عامه. ورق عنب، جلاش. انا بحب استخدم الجلاش اللي هو بيتباع في الفرن، مبحبش اللي هو بتاع الشركات، يعني مفيش شركه معينه، لا انا بحب اللي هو بتاع الفرن. والميكس دوت في الجلاش بيبقى تحفه، اللي هو زبده على سمنه على زيت ذره، بيخلي الجلاش في حته تانية خالص. وفراخ مشويه عامله لها كده تدليك مساج كده بدقيق وملح وليمون، وظبط بقى الدنيا وجاهز اوردراتي. هنا بقى كنت جهزت الخلطه، بس اتنكد عليا عشان عامله حسابي ان الف بقى كله الكرنب وورق العنب، اقعد بقى كده كوبايه شاي واخلص كل اللي ورايا. اكتشفت ان عنديش خضره، فهتبقى خضره على قد الرز، ونكمل بقى بكره ان شاء الله ننزل اجيب خضره. وطبعا دي الفراخ دبلتها، هسيبها في التتبيله لغايه بكره، ده لان دي اوردرات بكره. وده الجلاش بغطيه عادي وهسيبه في التلاجة، وبكره ان شاء الله اسويه. الف هنا وشفا لاصحابه. لسه بقى هلف ورق العنب، ودي ارضيه ورق العنب. هنا بقى جهزت كده الاوردرات، ده ورق العنب الف هنا والشفا، وطبعا الكرنب، وده البتنجان. انا عامله الكميه دي لان ده هسلمه ولسه. وعملت الصوص بتاع المحشي كله بتاع النهارده. الصوص ده بيبقى خطير لو ما عندكش الشوربه. معلقه زبده بلدي او سمنه بلدي او المتوفر عندك، بس طبعا البلد هتفرق في طعم المحشي. وبتحطي عليها فلفل اسود وكمون 2 ماجي، بهارات محشي بتاع كنور تحفه. ولما تشمي ريحه التوابل في السمنه تروحي نازله بطماطم وبصل وفلفل ورق لوري، وتروحي يعني مقلبه كده كله ببعض، وتنزلي بميه مغليه. بجد بيبقى طعمها تحفه. وتظبطي ملحها. بسم الله الرحمن الرحيم. البتنجان بتسقيه لغايه نص البتنجانيه. ده كده الكرنب. اي بقى طبق عندك بتروحي راميه على وش. وده ورق العنب، هنحط هنا الطبق ده كده عشان الكرنب ما يفكش. وده كده على ورق العنب. انا بقى جهزت الاوردرات. ده ورق العنب الف هنا وشفا، ده نص كيلو. وده كيلو بتنجان نصين، وده كيلو كرنب، وده نص بومبار بألف هنا وشفا. هي طالبه ان هي تحمره. ده القرنبيط، يعني بصوا انتوا تحسوه عامل فراخ كنتاكي. بصوا مقرمش قوي، ده طعمه تحفه. وطبق البتنجان اللي طالع معاه الف هنا وشفا لاصحابه. طبعا الناس اللي مش عايزه مقرمش وعايزه طري عادي بايدينا، عشان السؤال ده انا عارفاه. هنا بقى خلصت الاوردر التاني، فراخ مشويه. ده كان فلفل. وده طبق بتنجان، وده البومبار، وده محشي الكرنب، ودي صينيه الجلاش بألف هنا والشفا. وبكده نبقى خلصنا اوردرات النهارده.